رساله للاعيبه الزمالك قبل مباراه الترجي والزمالك بكره ان شاء الله في رادس: انا عايزكم تبقوا رجاله ان شاء الله في الملعب وتكسبوا الترجي ذو عافيه. ازاي؟ ما اعرفش، لان الاعلام التونسي وجماهير الترجي التونسي طالعه بتغلط في الزمالك وجماهير الزمالك ورئيس الزمالك، وبتقول عليه ان الزمالك اصلا ما بيلعبش كوره وبيقدم ضحك. فانا عايزكم تثبتوا العكس، عايزكم تقطعوهم. شوفوا، قطعوهم، اعملوا كل اللي عليكم. عايزكم تطلعوا رجاله، تبقى عندكم حميه، دافعوا عن كره مصر. الكره المصريه دلوقتي بقت سمعتها في الارض. الكره المصريه دلوقتي بقى اي حد يتكلم عليها. الكره المصريه دلوقتي بقت خلاص ما بقاش في كره مصريه. ازاي؟ لازم ندافع عن بلدنا، لازم ندافع عن ارضنا، لازم ندافع عن نادينا. فين النخوه؟ فين الجراءه وفين الرجوله بتاعت الناس المصريين؟ زمان ما كانش في حد كان يقدر يقول الكلام ده. زمان كانت مصر كلها معروفه بان الرياضه فيها رقم واحد في افريقيا. زمان المنتخب المصري بتاعنا كان بينيمهم من المغرب، الانديه بتاعتنا كانت بتنيمهم من المغرب. فين الترجي التونسي ده اصلا من الزمالك او الاهلي عشان يتكلم عليهم؟ فين الترجي التونسي ده من دوري ابطال افريقيا عشان يتكلم ويقول ان الزمالك ما بيقدمش حاجه؟ الزمالك واخد 5 بطولات دوري ابطال افريقيا، انت واخد كام بطوله؟ انت بتتكلم عليه ازاي؟ الزمالك اخر 20 سنه ما خدش حاجه، بس برضه ما زال متفوق عليك. انت فين من كل ده؟ انت فاكر اخر بطولتين خدتهم قدام الاهلي وقدام الوداد عملت فيهم ايه؟ انت خدتهم بالتعزوير وبالحكم وحاجات زباله اصلا. فانت مالكش في الكلام في الكوره. انت تتكلم ان انت تاخد كل حاجه بقى ايه؟ بالفلوس، تاخد كل حاجه بقى بالظلم، تاخد كل حاجه بقى بالتزوير، لكن ما تتكلمش ان انت تاخد حاجه في الملعب، لان انت في الملعب قليل قوي. الترجي التونسي في الملعب قليل قوي، وده اللي انا عايز اقوله لعيبه الزمالك. ان شافوا كده واجمدوا، بلاش الخوف اللي انتوا فيه ده، بلاش الخوف من جماهير الزمالك. جماهير الزمالك طلع من كام يوم كانت تتكلم بتقول ان احنا خايفين نقابل الترجي. خايف تقابل الترجي ليه؟ الترجي هيعمل ايه؟ الترجي اخره اقسم بالله كله كلام. الترجي اخره كلام، وبكره ان شاء الله هتشوفوا الملعب، ان شاء الله هتطلعوا رجاله وهتشرفونا وهتشرفوا مصر. الترجي التونسي كمان ما سلمش منه الاهلي، طلع يتكلم على الاهلي وبيقولوا ان الاهلي مالهوش في الكوره اصلا السنه دي. احب اقول لك الاهلي ده اللي انت بتتكلم عليه رقم 2 في العالم، رقم 2 في العالم، رقم 2 في العالم في ايه؟ في كل البطولات اللي خدها. انت واخد ايه؟ انت عارف ان الاهلي ده مصنف بعد ريال مدريد في عدد البطولات؟ انت عارف ان الاهلي رقم 1 افريقيا في عدد البطولات القاريه؟ انت عارف رقم ان الاهلي ده رقم 1 محليا في عدد البطولات المحليه؟ انت بتتكلم على ايه؟ انت رحت خدت كام مره دوري ابطال افريقيا؟ انت ما خدتش الربع اصلا للاهلي. انت رحت كام مره كاس العالم؟ انت ما رحتش اصلا كاس العالم غير مره او اتنين، وده كان ظلم اصلا. انت رحت كام مره اصلا وطلعت الثالث في كاس العالم للانديه؟ انت ما شفتهاش. طلعت الرابع ما شفتهاش. يبقى ما تتكلمش على الاهلي ولا تتكلم على جماهير الاهلي. الاهلي بكره ان شاء الله عنده مباراه مع سان داونز في مصر هنا ان شاء الله. بالتوفيق للاهلي قبل اي حاجه. الاهلي لازم يكسب، لازم يكسب، مفيش اي تنازل عن المكسب، لازم يكسب، لان الهلال النهارده خلاص كسب القطن الامريكي امبارح، قطن الكاميرون امبارح. مفيش تنازلات عن المكسب سواء اهلي او زمالك. الزمالك لو ما كسبش هيطلع بره افريقيا خلاص، مفيش كلام. هو بره افريقيا لو ما كسبش لازم يكسب الترجي، لازم يعلم على الترجي في رادس، ويجي هنا ان شاء الله الترجي يعلم عليهم في مصر. لازم الزمالك يعلم على الترجي رايح جاي عشان يعرفهم يعني ايه قيمه الكره المصريه، ويعرفهم يعني ايه قيمه الزمالك. ولازم الاهلي يكسب سان داونز، لازم يكسب سان داونز. فاكر سان داونز ده والطار القديم؟ فاكر الخمسه؟ بحب اقول لك فاكر الضحك اللي حصل اصلا في القرعه؟ انا عايزك تعلم عليهم برضو يا اهلي. انا عايزك يا اهلي ترد لنا الاعتبار. الهلال السوداني والسودان كلها طلعت تقول ان الهلال السوداني كسب المباراه عشان بيلعب احسن من الاهلي. فانا عايزك ترد بقى، رد في الملعب. هي دي اللعيبه، وهي دي لعيبه مصر اللي بتعرف ترد في الملعب. ان شاء الله بالتوفيق طبعا لكل من الاهلي والزمالك بكره في المباريات مع الترجي التونسي للزمالك، وان شاء الله برضو سان داونز مع الاهلي. بالتوفيق وكل الدعم من الاهلاوي والاخوات الزملكاويه. بالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله الاثنين هيصعدوا اول المجموعات. السلام عليكم.